أخوي وأختي، نرحب بكم من جديد للقاء الأسبوعي الروحي. وكلمة الرب اليوم من كتاب مقدس لقلوبنا لما تأتي العواصف والأمواج العالية في حياتنا. لا شك الأزمة اللي نمر فيها واللي يمر بها العالم مو سهلة، لكن تصير سهلة لما يكون معنا ربنا يسوع المسيح في نفس السفينة اللي نبحر بها بالحياة. خلونا نقرأ كلمة الرب وخلونا نفهم منها رسالة اللي إلنا من الرب حتى نشوف شنو مغزاها ونعيشها في كل يوم. خلنا نقرأ من إنجيل مرقس الإصحاح 4 ابتداء من عدد 35. وقال لهم في ذلك اليوم لما كان المساء لنجتاز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوا كما كان في السفينة، وكان معه أيضا سفن أخرى صغيرة. فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة على وسادته نائما. فأيقظوه وقال له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت ابكم، فسكت الريح وصار هدوءا عظيما. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما، وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعان. ليبارك الرب كلماته لحياتنا. أخوي وأختي، القصة ببساطة كانوا صيادين متمرسين أصحاب خبرة، ورب يسوع بالمساء بعد ما خلص العظة تكلم عن البذور اللي ممكن تكون على الطريق أو تيجي الطيور تأكلها أو الأرض الجيدة، طلب منهم أنهم يعبروا إلى الجهة المقابلة من البحيرة. اللي صار أنه هاي البحيرة وسط وادي تحيطها جبال عالية، فلما تيجي الريح بدون سابق إنذار ومرات كثيرة تكون هذه الرياح قوية جدا تخلي الموجة توصل إلى 8 متر في الارتفاع. القصة صارت لما بدأت الأمواج ترتفع بسبب عواصف قوية جدا. اللي صار أنه كان المسيح نايم على وسادة من التعب من الخدمة اللي تعبها، ولما صار وقت المساء وكان هو دا يرتاح في السفينة نايم على الوسادة صارت العاصفة. فبدأوا الشباب اللي كانوا معه كل واحد حسب خبرته، لما وصلوا لقناعة أنه هلاكهم صار أكيد ما قدروا أنه يخلصون نفسهم، أيقظوا يسوع، لكن أيقظوه بقلة الإيمان للأسف، وقالوا: أما يهمك أننا نهلك؟ لا يهمه، لو ما يهمه ما كان قال لكم خل نعبر إلى الجهة الأخرى. المفروض أنكم تثقوا بكلامه، لما قال نجتاز معناه نجتاز حتى لو إجت الصعوبات. لما قام وانتهر البحر صاح اسكت ابكم، سكت البحر والريح. الريح والبحر اللي هو جماد سمع وطاع الكلمة، والتلاميذ اللي كانوا أحياء وفاهمين وشايفين ما قدروا يطيعون الكلمة. أخوي وأختي، بحياتنا تمر عواصف، وأصعب العواصف تمر بها أزمة الوباء اللي مر بكل العالم والكل خايفة على نفسها. حتى الملحد اللي ما يؤمن بوجود الله خاتل بالخندق خايف ليكون يصير له شيء. واليوم الغني والفقير تساووا أمام المرض، الكل صار يدور يا على الطعام يا على الدواء حتى يشفى، والطعام حتى يستمر بالحياة. لكن العاصفة اللي تمر بالعالم ما انتهت. الرب موجود معنا في كل لحظة، لكن إيمانك وترجمته هو المهم. مفروض نفهم إنه الظروف الصعبة اللي نمر فيها إنه أكو أقوى من هالظروف، معناها إنه رب يسوع بعمله هذا كان فوق الظروف. الظروف كانت صعبة جدا حتى على خبرتهم كصيادين، مع أن التلاميذ كانوا أصحاب خبرة في الصيد وفي الإبحار، ومع أنهم واجهوا عواصف في حياتهم، إلا أن هذه العاصفة كانت أقوى من خبرتهم. لكن لما تمسكوا في كلمة الرب، لما راحوا نادوا عليه ظنوا أنه هو نايم،
لكنه كان شايف وعارف كل شيء. اتذكر إنه الرب فوق كل الظروف. دير بالك تحط ظروفك فوق مقدرة ربنا. دير بالك تخلي ظروفك تشوف إلهك أصغر من ما إنه يقدر يخليك تعبر هالظروف. خلينا اليوم نصلي ونضع ثقتنا بالرب الكامل. قل يا رب، حاجتي إليك أعلنها بقوة. أنا إنسان ضعيف، محتاجك تقويني على ظروفي الصعبة اللي أمر فيها. كل ضعفي وكل احتياجي أمامك، كل ضعفاتي تعرفها. أنا محتاج أنك تتدخل بقوة. باسم المسيح أصلي، آمين. نلتقينا وياكم في حلقة جديدة بنعمة الرب في لقاء ثاني. أترككم برعاية الرب، آمين.